انا عامل ميكس كله مجاني كله فري جامده. جولة أكل الشارع في الإسماعيلية. لو الفيديو ده عجبك وجاب لايكات كتير هنجرب في محافظات تانية. اروح مدينه الاسماعيليه. كل واحد في حاله. كل واحد عارف يعني ايه هدوء هناك. تروح فين؟ في اسماعيلية. ده المكان اللي احنا هنبدأ فيه كل حاجة. واحدة من المطاعم اللي لازم تجربها أول لما تيجي. ارخص سعر فطار في مصر. الفنارة. المطعم ده مجنون. بيقدم لك نوعين من الفول والاتنين احلى من بعض. بيقدم لك بطاطس بوريه بخلطة حلوة جدا ومكسيكان هوت دوج وشكشوكة ومسقعة وبطاطس مقلية وطعمية مميزة جدا وخمس انواع جبنة وحلاوة ونوعين فاكهة وبتنجان مقلي وبتنجان مخلل وسلطات كتير قوي. الفنارة مكان مميز جدا بيقدم لك كل الاوبن بوفيه ده ب 80 جنيه بس. التحلية والمشروبات ان شاء الله تاكل كذا مرة براحتك. اللي بيميز المكان ده انك بتاكل قدام الفيو ده ب 80 جنيه بس. دي حاجة حلوة جدا ورخيصة جدا بناء على الفيو ده. والنظافة عندهم حاجة تانية خالص ان هما بيهتموا بالتفاصيل. تاكل وتغرف تاكل وتغرف. احلى فتة اوريو. ده احلى مكان في اسماعيليه بيعمله. ايس كريم 2 3 4 في كيوي، في تفاحه، في تفاحه تانية عليها صوص كراميل. تحت بقى هنا في المفيد. بص بقى يا زميلي، بعد ما شلنا الفاكهه هنا في ايه؟ في براونيز، قطع براونيز كتير، في صوص شوكولاته زي ما انت ما شايف، وفي دبانه هتاكل معانا. ما علينا. فانت بقى تعمل ايه؟ تاخد حته من الايس كريم على حته من النوتيلا على حته من البراونيز كده يا ريس، واخد بالك؟ اهو كده كده. اسعار الجزيرة جميلة جدا. فتة الاوريو دي كان تمنها 45 جنيه بس والمنيو بتاعهم جميل. بيتزات من 50 ل 90 جنيه والبرجر نفس الكلام. فتة الاوريو اللي اكلناها النهارده دي من احلى فتة الاوريوز اللي ممكن تاكلها في اسماعيلية. ده مكان تحلية جميل جدا اسمه الجزيرة. هقعد على المرجحه الجميله دي، الشنطه دي كده، واقعد على المرجحه دي كده. الحتة الوحيدة اللي تروحها أول لما تيجي اسماعيلية نمرة 6. شايف المكان ده جميلة جدا. يعني انت لو اتمشيت هنا في المكان ده عمرك ما تزهق. لو عايز تخرج ب 10 جنيه هتخرج، لو عايز تخرج ب 100 جنيه هتخرج، لو عايز تخرج ب 1000 جنيه هتخرج. ودلوقتي كان لازم نروح عند عم شادي. اول حاجه ركزنا فيها عند عم شادي جوده الاكل عنده. اكل الشارع جودته جميله جدا ورخيصه قوي. في نفس الوقت عم شادي بيعمل سندوتشات وحاجات تانية كتير، واي سندوتش عنده ب10 جنيه بس. يعني انت شغال بالك قد ايه يا شيف؟ وبكده يبقى الشيف يعمل لنا السندوتش المفضل عندي، كفتة على سجق. عند عم شادي هتاخد ريحة أكل جميلة جدا، والأكل فعلا عنده واللحوم كل يوم طازة. بالظبط، لازم الناس تعرف. 1987 يا ما شاء الله، اكتر من 20 سنة يعني. طب والمحل فتح بقاله قد ايه؟ كان 5 سنين. ما شاء الله 5 سنين، الشيف أكتر من 20 سنة. عم شادي بيهتم بتتبيل اللحوم بطريقة رهيبة جدا وبيعمل لك سندوتش جميل جدا. ده تالت مكان لازم لما تيجي تاكل عنده بجد. سندوتش بالنظافة والكواليتي دي ب10 جنيه حاجة جميلة جدا ولازم تجربها. جه الوقت اللي نسيب فيه عم شادي ونروح للمكان اللي بعده.
الموضوع ان مطعم راقي جدا بيقدم لك جودة اكل ممتازة جدا باسعار اكل الكرفانات في القاهرة. اخدنا وقتنا في المنيو وقلنا له هناخد احسن اكل عندك. اول حاجة كنا مستنيين نشوفها الكمية، والكمية كانت جميلة جدا وممتازة، حتى الريحة مميزة. وقبل ما ندوق اي حاجة ركزنا في الريحة والشكل والتقديم، كل حاجة قبل ما ندوق كانت فعلا ممتازة. واحنا بندوق سألنا المدير ايه اكتر حاجة بتميز المكان عندك؟ قال لنا المطبخ والشيفات. عشان كده المطعم قدم لنا اكلة موجودة في المنيو عمري ما اكلتها في حياتي، فراخ بصوص الجمبري والكابوريا، وهي اصلا فيها جمبري وكابوريا. الخضار السوتيه كان ليه DNA مختلف وطعم ونكهة مختلفة جدا. وبالنسبة للكمية فالفراخ زي ما انت ما شايف بتاخد في حدود ربع كيلو من الفراخ. وبعد ما اكلنا كان لازم نحلي، وعملوا لنا اختراع جميل جدا، بانكيك محشي. بعد كده خدنا بعضنا بسرعة. المحل ده بيعمل برجر بيف وسلطات وفل براحتك. ايه الكلام ده حماد؟ بيبسي كمان فري، مايونيز فري. ايه ده طيب؟ امال ايه اللي بفلوس هنا؟ كله مجاني؟ كله فري. يلا بينا. اي سندوتش كبير عليه سلطات مجانا وبيبسي مجانا. مش كده بس، ده ريفيل، عشان كده احنا قعدنا ناخد اكتر من حاجة. حبيبي بيبسي بقى. انا هعمل ميكس. كولا براحتك فيها. ده مايونيز باربيكيو. هي دي فيها؟ لا، هو ده ايه بقى؟ ده صوص الفلفل كاتشب على ماليزيا ميكس. ماشي رايق. يعني لو عرفت تجيب تبقى برنس. حبيبي تسلم لي. سندوتشات البرجر دي ارخص من بتاعه القاهره حرفيا. سندوتشي كان محشي جبنه موتزاريلا في وسط البرجر، وعليه جبنه شيدر وبيف بيكون. انا مش بعمل فود ريفيو هنا، بس السندوتش فعلا طازه. ولما جربت اكل الساندوتش حسيت ان انا اول مره اكل ساندوتش، عشان ما افورش، فعلا برجر بيف بجد. وقلت اجرب اللغوصه، حطيت الصوص بتاعهم وحطيت الباربيكيو وحطيت الجبنه الشيدر على بعض، وقلت ادوق اشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. والطعم فاجئني زي ما كنت اكتشفت بترول. تخيل كده تبقى تاخد السلطات براحتك، تاخد البيبسي براحتك، تاخد الصوصات براحتك، عيش حياتك. حتى سندوتش صاحبي طلب سندوتش لغوصه برجر بيتزا. لان اكل الشوارع في القاهره اقل عربيه او اقل كرفان بيعمل لك مثلا سندوتش برجر او اي ديزرت بيبقى ب 50 جنيه 55، وهو نفس السعر اللي انا اكلته في المطاعم. اوف. نفتح. اوف. ده في فيلم هندي هنا. اوف. مفيش حاجة. يا اسطى البيتزا دي جامده جامده. اللي قاعدين في مصر يا اسطى مصدومين. يلا تقول لي بقى دومينوس ولا بابا جونز ولا بريموس، اكس بيتزا موت. احسن بيتزا تاكلها في اسماعيليه اسمها اكس بيتزا. المحل ده ملهوش قعاد، ما تقدرش تقعد، انت بتطلب دليفري بس. المكان دوت حرفيا احسن بيتزا في اسماعيليه او يمكن في القاهره كلها. لما تيجي تركز مع البيتزا هتلاقيها تقيله جدا من كتر ما فيها جبن كتير. ايه رايك يا حماده؟ جميله يا محمد، بجد والله جميله. عجبتك؟ الحمد لله. اول لما اصحابي جم اخدت البيتزا واكلتها بعيد عشان محدش ياخد مني. بعد كده قالوا لي ان فرع هارت اتاك اللي في اسماعيليه تاني احسن فرع بعد فرع الشيخ زايد في القاهره. ادونا له فرصه ورحنا نشوف، لقينا التتبيله جوه الفراخ بشكل جميل جدا. الفراخ كبيره وفعلا طعمها مختلف، والتتبيله مختلفه عن فروع كتير اخدتها في القاهره. حتى صوص الشيدر وانا باكله مختلف جدا. اكلنا كتير وشبعنا جدا، والاكل فعلا كان ممتاز، والفراخ فعلا كان طعمها مختلف عن اي فرع في القاهره زي ما قلنا. لو مدينة الإسماعيلية عجبتك ما تنساش تقول لي نسافر فين المكان الجاي، نروح أنهي محافظة في مصر. ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. مع السلامة.